هذه بالذات اللي ما لازمش تراطوها مادام رانا في وقتها، غير جربوها. وصفة مستحيل ديروها وما تعاودوهاش. وصفة بزاف سهلة، تجي خفيفة كيما كامل نحبوها، مشربة ماشي ناشفة، والفوغاج راح يكون صنع منزلي وراح يجي خير من تاع برا. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني باش تكونوا اجور مع الوصفات اللي نحطهم. نبداو الوصفة بالطبقة اللي راح نديروها من الفوق، واللي هي كولي دو فخاز اللي راح نخدموه في الدار. كنت جبت الفريزة تاعي، غسلتها مليح، قطعتها كيما راهي تبان لكم، درتها في كسرونة وراح نزيد معاها 2 مغارف كبار تاع سكر، ونزيد معاها عصير تاع نص حبة قارص تكون صغيرة. نخلطهم مليح ونحط الكسرونة تاعي على النار حتى تبدا تغلي، ونشوف الفريزة تاعي بدات تطلق في روحها، يعني بدات تذبال، نطفي عليها. ما تخلوهاش تعقد بزاف حتى تولي لكم معجون. الماء هذاك راح نسحقوه باسكو راح نزيدو من بعد واحد المكون باش يعطينا القوام كيما الفوغاج اللي يتباع برا. من جهة واحدة أخرى نروح نبدأ نوجد الكيك تاعي. راح ندير فيه 2 حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يعني جبتهم قبل من الفريجيدير. نطلعهم مع قرصة ملح بالباتور ونص كاس سكر حتى يولي الخليط تاعي بيض وضاعف في الحجم، يعني دار لي هذيك الرغوة مليح. نزيد عليه ربع كاس زيت مع نص كاس حليب، يدرا يتزيد في الزيت والحليب ويدرا يتخلط بالباتور. نكمل بالنواشف اللي هما مغرف صغيرة خميرة الحلويات، مغرف صغيرة لافاني، وكاس تاع فارينة. والنواشف لازم تغربلوهم قبل ما تزيدوهم. انا حبيت نزيد عطر الفراولة باش نكه الكيك تاعي، تقدروا تستغناو عليه. كي نتحصل على القوام اللي راني نحوس عليه، ماشي ثقيل بزاف ماشي خفيف بزاف، نفخت الخليط تاعي في سنيوه ودخلته يطيب على 180 درجه. في هذا الوقت عاودت رجعت للفريزه تاعي، زدت عليها مغرف كبيره تاع فلون بذوق الفراوله. لهنا الا كانت الفريزه تاعكم ناشفه بزاف، زيدوا معاها مغرف ولا 2 مغارف تاع ما. خلطهم مليح ونرجع الكسرونه على النار تغلي غليه واحده، ونطفي عليها، وهكا تبقى لي غير الكريمه البيضاء اللي راح نديروها في الوسط ومن الفوق. راح نديرها بالشونتيي. طلعت كاس تاع شونتيي مع كاس غير ربع تاع حليب يكون بارد، نضربهم مليح بالباتور حتى نتحصل على كريمه تكون شاده روحها. وفي هذا الوقت الكيك تاعي راهو طاب، خرجته من الفوق وهو سخون. راح نشربوه من نص كاس تاع حليب اللي كنت درت فيه عطر الفراوله اللي اختياري، تقدروا تشربوه بالحليب وحده. نخليه يشرب مليح، لازم ينشف كامل من هذاك الحليب باش ندير عليه طبقه تاع شونتيي نساويها مليح في السطح، ومن بعد نزيد طبقه تاع الفوغاج اللي خدمناه. والفوغاج اللي هنا ما لازمش يكون سخون بزاف، راح يذوب لكم الشونتيي. نسقمو مليحه على الشونتيي، ومن بعد زدت بلا بوشادو درت هذوما لي غوزات الصغار، وراح نزيد نص حبات تاع الفراوله، والتزيين يبقى اختياري ليكم. نرجع السنيوه تاعي للفريجيدير، نخليها تبرد على الاقل نص ساعه قبل ما نقسمها ونقدمها. هذا هو الشكل النهائي تاعها. دوك نقسم معاكم مغصو باش تشوفوا كيفاش جات مشربه من الداخل، جات بزاف خفيفه وماشي حلوه بزاف، سورتو كي خدمنا الفوغاج في الدار ما راحش يكون فيه بزاف السكر. الوصفه تاع اليوم بزاف سهله بزاف بنينه، ما راحش تندموا اذا جربتوها. هكا رانا كملنا وصفه اليوم، ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في روحكم. ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني تعليق، واستنوني في وصفه جديده ان شاء الله.